ليالي في اعمالها اللي معاي دائما مكسره الدنيا يعني، فتلاقين ليالي مو خادمها. يمكن الاعمال اللي طافت انها قاعد تتعامل مع ناس مو فاهمت لها مثلا او مو عرفت لها. انا من الناس يعني حتى الحين لو طيف تسالينها، ساليها الحين في اللقاء، قولي لها انت ايش معنى تقولين كلها حق الهام يا اخي مثلت ويا الهام غير. في ساعات ناس انت تكونين فاهمتهم وتعرفين لهم، تعطينهم من هذه الروح اللي تخليهم ما بتكلم بقول بسوي بمثل بعطي. فهذا سبحان الله اللي يسمونه الكاريزما، اللي تصير تجمع ما بين الفنانين سواء كان رجل او امراه او اهلين مع بعض. فلله الحمد انا املك هذه الكاريزما اللي يرتاح معاي فيها الفنان سواء كان رجل او مرأة. نعم، احنا قاعد نشوف بعض التوجهات حق المسلسلات اللي يا هلا مرحبا عشان قصية يا هلا مرحبا. ألف مبروك. الله يبارك فيك أول حبيبي، الله يبارك فيك. طبعا هذا كله من دعمك. حبيبي. تستاهلين. احنا قاعد نشوف توجه بعض الناس على المسلسلات اللي صارت ياخذونها من تركيا، ياخذونها من اوروبا، لكن احنا فاقدين المسلسلات اللي تحاكي واقعنا اليوم مجتمعنا. ملاحظاتي عليه الشيء اللي يجتمع اللي يمشي مع مجتمعي، اللي يتوافق مع مجتمعي. يعني في تلاقيني اقرا نص وحلو ودور حلو، لكن هذا المشهد ما اقدر اسويه، احط عليه ملاحظه، هذا شيء ابدله، اسوي شيء ثاني. يعني هذا انا اهم شيء الدور يعجبني، العمل بشكل عام يعجبني، وهذه الخطوط اللي انا دائما احرص عليها، ان انا اقدم شيء يتوافق مع المجتمع ويتوافق مع الراي العام. جميل. يعني نقول مع الجرأة في الأعمال ولا؟ شوف أنا مع الجرأة في الطرح، لكن مو مع الجرأة المبتذلة. يعني في جرأة طرح، يعني ممكن في قضية مؤثرة على المجتمع مثلا، ممكن أنا أكون فيها جريئة في طرحها نوعا ما، بس بجرأة يتقبلها المشاهد. وشفنا أعمال وايد ترى كذي، إن الفكرة جريئة لكن طرحها طرح جميل، إنه مو مشمئزة، تخلي انتصار الشراح رحمة الله عليهم وسماح. فدشيت مع نجوم كبار، يعني أنا من بداية انطلاقتي من المسرح من عبد الحسن وداوود إلى غانم الصالح وأحمد الصالح وأسامي كبيرة في الوسط، فكنت أعرض وأصور هذين العملين مع بعض. سمع عني طبعا الله يرحمه عبد الحسين عبد الغفور، فناداني حق مسلسل ديوان السري في رمضان 2021 كان، ووقعت مع العمل وسافرنا سوريا وصورنا هالعمل 2001. هذا كان رمضان 2001 ديوان السري. عقبها رجعت وانعرضت علي الاعمال كلها، ومن ضمن العمل كان ثمن عمري اللي انا اعتبره هي بعد انطلاقتي ونجوميتي. فكنا مع ام سوزان الله يطول بعمرها قاعدين في اللوكيشن، قالت لي الهام ليش ما تحطي اسم عائلتك؟ قلت لها والله ما ادري ام سوزان، ما ادري، يعني انا احتراما حق اهلي ومشاعرهم وكذي. كانت تقول لي لا بالعكس حطيها، خلي الناس تعرف وتشوف انت من بنتك. قلت لها يعني يلا شغلك بدايتها. فطلعت اول عمل كان يعني لو تروح تشوف ديوان السبيل الهام، ثمن عمري 2002 الهام الفضاله. اوف هني عاد اللي صار، الناس درت انه في فنانه كويتيه تعشى. كان في انتقاد طيب على موضوع اسم عائلة ولا كان لا؟ والله لو عاد وين اسوي مصرع؟ بس متى؟ كملي متى؟ يالي يلا كيلو. شنو هذا؟ شرفنا فيك فنانتنا. الشرف لي. شكرا لك. شكرا لك. ظهورك معانا، وانت قلتي كلمه جميله ان هذا اول بودكاست انت ظهرتي فيه. أول واحد. فهذا بحد ذاته اكسكلوزيف لنا. انا دائما اعتذر، كل ما دقوا علي اقول لهم ما اطلع، بس صراحه ما تحسفت على هاللقاء الحلو، كان وايد حلو وايد جميل. يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك.